بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الطاجن البسبوسه بالقشطه بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنعملها في الطاجن الفخار. طبعا تقدروا تعملوها في اي حاجه موجوده عندكم. انا هنا عملتها في الطاجن الفخار لان البسبوسه مع الطاجن بتدي طعم حلو جدا. يعني اي حاجه بجد بتتعمل في الطواجن بتخلي طعمها حلو جدا. بس طبعا لو الطواجن مش متوفره وموجوده عندكم نقدر نعملها في اي حاجه. ممكن نعملها في الصينيه عادي، البايركس او اي اطباق بتدخل اللي هي الاطباق الفويل اللي بتدخل الفرن، تقدروا برضك تستخدموها وتعملوها فيها. هنبدا نجهز في الوصفه بتاعتنا. معايا 3 كوبايات من الحليب، هحط عليهم نص كوبايه من السكر وكمان ربع كوبايه من النشا، تقريبا اللي هم 5 معالق كبار من النشا. هنبدا بقى كده ندوب السكر والنشا كويس جدا على البارد مع الحليب. هنفضل نقلب فيهم لحد ما نلاقي النشا مع والسكر بدأوا يدوبوا ويختفوا خالص مع الحليب. هنبدأ بقى في المرحلة ديت نرفعهم على النار، على نار هادية خالص. وما هنسيب، مش هنشيل ايدينا خالص من الخليط. هنفضل نقلبهم كده هوت بالراحة جدا علشان النشا ما تعملش تكتلات او تكلكع في الخليط لو سيبناها، وممكن كمان تتحرق في الحلة من تحت. هنستخدم كمان علبة من القشطة المعلبة، بس انا مش هحطها دلوقتي، لما الكريمة تجهز معايا هحطها هي اخر حاجة خالص. هنا طبعا رفعنا بقى الحليب هنا هوت على النار، وقلت لكم زي ما قلت لكم على نار هاديه. هنفضل نقلب فيها باستمرار، مش هنشيل ايدينا خالص لحد ما توصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين ما فيهاش اي تكتلات خالص. في المرحله دي بقى هنبدا نحط علبه القشطه بتاعتنا. انا هنا استخدمت اللي هي القشطه المعلبه. طبعا لو في اللي هي القشطه البلدي اللي هي بتكون مثلا على وش الحليب، او قشطه بلدي انتوا شارينها، تقدروا تحطوا معاها معلقه كبيره، بتدي طعم حلو جدا مع البسبوسه ومع القشطه اللي احنا هنستخدمها في البسبوسه. هنبدا بقى نفضيها. شايفين ده كده القوام بتاعها كده خلاص جاهزه معانا. هنبدا نفضيها في اي طبق عندنا ونغطيها كويس جدا عشان الوش بتاعها ما ينشفش ويشقق معانا او يعمل قشره من على الوش. وهنسيبها تبرد خالص لحد ما نبدا نجهز البسبوسه بتاعتنا. لازم تكون بارده يا بنات القشطه، عشان كده احنا جهزناها هي اول حاجه، علشان لما نيجي نحطها مع البسبوسه ما تفصلش معانا وهي سخنه او حاجه. هنبدأ بقى نجهز الكراميل بتاع البسبوسة. معايا هنا دي كوباية من السكر، هسيبها على نار متوسطة لحد ما السكر يبدأ يتكرمل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مش هنقلب خالص في السكر، احنا بنسيبه على نار متوسطة. اول ما يبدأ يتكرمل معايا كده اهو بنبدأ بقى نقلبه بالراحة جدا. اول ما بنبدأ نقلبه كله بقى بياخد لون واحد ويبدأ يدخل في مرحلة الكرملة. هوريكم شكله دلوقتي. خلاص هو كده كده السكر خلاص كان كله كده اتكرمل وبقى ده كده لونه. انا شايفه اللون كده ده بتاع الكرملة السكر كويس. عايزين تزودوا اللون شويه فتقدروا تسيبوها كمان دقيقه او دقيقتين كمان لحد ما تاخدوا اللون اللي انتوا عايزينه. معايا بقى هنا ربع كوبايه من الميه، حطيتها في المرحله دي. شايفين السكر اتكتل كله، بس ما تقلقوش خالص، هو في ثواني هيفك على طول تاني معاكم. اول ما تقلبوه هيفك على طول معانا. هنبدا بقى نحط معايا هنا هو دي تقريبا 100 جرام من الزبده، وهحط كمان مكعب كبير من السمنه البلدي. يعني ده ميكس من الزبده والسمنه البلدي. هنقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض. لو عايزين تستخدموا حاجه واحده سمنه بلدي او زبده اللي موجود متوفر عندكم حطوه، اهم حاجه تكون ليها ريحه حلوه، لانها بتدي طعم حلو وريحه جدا حلوه مع البسبوسه او الحاجه الحلوه اللي احنا بنعملها. هنحط بقى كمان كوبايه من الحليب وهنقلبهم كده كويس جدا مع بعض. وكده خلاص كده هنا الخليط السائل اللي احنا هنحط فيه سميد البسبوسه كده هو جاهز معايا. انا استنيت عليه 3 4 دقايق كده لحد ما وصل معايا للون اللي انتوا شايفينه ده، وكنت شايفه اللون الفاتح ده حلو جدا. عايزين تسيبوها شويه كمان، يعني 5 دقايق مثلا عشان تاخد مثلا لون اغمق. بس انا كنت شايفه اللون الفاتح ده مع البسبوسه حلو. هنسيبها بقى تبرد تماما. حتى يعني مش لازم تبرد تكون باردة تماما، يعني خليها مثلا دافية شوية. يعني مثلا نقدر مثلا نيجي نحط في ايدينا فيها، نستحمل السخونية بتاعة الخليط. هنبدأ نجهز الطواجن بتاعتنا. وهنا فتحنا بقى الفرن عشان يسخن كمان معانا، مشغلينه على درجة حرارة 200. ولما ندخل الطواجن هنهديه على درجة حرارة 180. شايفين انا هنا حطيت ايديا في الخليط كده اهوت، لقيته خلاص بقى دافي. نقدر كده ننزل عليه بالخليط بتاع سميد البسبوسه. هنا انا حطيت الاول كوبايتين، لقيت الخليط لسه خفيف جدا فحطيت كوبايه كمان. يعني هنا انا استخدمت 3 كوبايات من سميد البسبوسه.
شايفين انا بقى مش هنزود اكتر من كده، لان احنا مش عايزين الخليط يبقى ناشف جدا، احنا عايزينه كده يبقى طري ودافي، عشان لما نيجي نحطه في الطواجن ما يبقاش ناشف، وينشف معانا كمان لما نيجي كمان نحط عليه الشربات. شايفين كده ده القوام المظبوط بتاعه جدا. هنبدأ بقى نجيب الطواجن بتاعتنا ونروح نحط فيها الخليط بتاع البسبوسة. بكل سهولة هتتفرد معانا. احنا قلنا طبعا هي دافية لان حطيناها على الخليط السائل، كان دافي اللي هو اللي بتاع السكر المكرمل. هنبدأ نفردها كده ونوزعها بالراحة جدا، بكل سهولة هتتفرد معاكم في الطاجن ونسويها. وبعدين نبدأ بقى نجيب الكريمة بتاعتنا. طبعا خلاص هي اهم حاجة الكريمة تكون باردة، لو حطيناها وهي سخنة هتفصل معانا، وهتعمل او هتبقى سايلة وهتخرج بره الخليط بتاع البسبوسة. شايفين يا بنات القوام بتاعها حلو جدا بجد. البسبوسة في الطاجن انا بصراحة كان اول مرة اعملها في الطاجن، بس بجد طعمها حلو جدا، طعمها مختلف بجد عن اللي بتتعمل في الصينية. بس طبعا زي ما احنا قلنا لو الطواجن مش متوفرة عندكم، عادي نقدر نعملها في صينية او الطباق اللي هي الفخار او الفويل اللي بتدخل الفرن. اي حاجة موجودة عندكم تقدروا تحطوها وتعملوها كده طبقات، وتدخلوها الفرن ان شاء الله هتطلع معاكم حلوة جدا. جربوها بإذن الله وهتعجبكم. خلاص احنا كده عملنا طبقات، هنفرد الطبقة التانية من البسبوسة على وش الكريمة. بكل سهولة برضو هتتفرد معاكم. خلاص كده، خلاص كنا جهزنا الطاجن. معايا بقى هنا اهوت كده شوية من الكاجو، هحطهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هنا الكاجو هنا ده اختياري، يعني ممكن لو عايزين تحطوا رشة من جوز الهند، او عايزين تدخلوا الطاجن على كده، خلاص هو كده بيكون جاهز. اي اضافات هتتحط على الوش هتكون اختياري، شوية فستق، شوية كاجو، شوية من البندق اللي موجود تقدروا تستخدموه تحطوه. بس خلاص كده هنا الطاجن بقى كده كان خلص. هنبدأ بقى ندخله الفرن. الفرن كان سخن، وهيقعد تقريبا حوالي 20 دقيقة في الفرن. هيطلع معانا بالشكل ده. طبعا في المرحلة دي كنا بنجهز الشربات كوباية من السكر، حطيت معاهم كوباية من المية، وأول ما يغلوا بنحط عليهم عصرة من الليمون، وبنسيبهم يغلوا تقريبا 3-4 دقايق مع بعض، وبنكون كده جاهز الشربات معايا. طبعا لازم الشربات يكون سخن والبسبوسة تكون سخنة. ما ينفعش تبقى باردة، يعني لو باردة البسبوسة مش هتشرب الشربات. فلازم الاتنين يكونوا هنا هو سخنين جدا. بس كده وخلاص كده احنا كده خلصنا الوصفة بتاعتنا، بجد حلوة جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. طبعا انا هنا وريتها لكم على طول. طبعا احنا عارفين البسبوسة لازم تبرد تماما عشان نقدر نقطعها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا هنا السمنة بقى مع الشربات، فعاملة الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده خلاص اكون انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو. جربوها وقولوا رأيكم في